بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل على كل مشاهدي الكوره مع كارم. اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد كارم في فيديو جديد. اخبار وكواليس من داخل نادي الزمالك. 4 قرارات منتظره من جون ادوارد خلال الفتره القادمه. في 4 قرارات هيطلعوا من اداره الكوره في نادي الزمالك خلال الفتره القادمه. ايه هم ال4 قرارات؟ احنا عارفين ان امبارح كان في قرار او في بيان طلع من نادي الزمالك اتكلم فيه على ال3 قضايا اللي خلصوا: قضيه كريستيان جروس، قضيه نادي عداء الدباغ، قضيه نادي شيكو بنزا، انتهوا. وملف القيد في دي فيما يخص جانب العقوبات، القضايا على نادي الزمالك وايقاف القيد. طب ايه ال4 قرارات اللي هيطلعوا من جون ادوارد خلال الفتره الجايه بالترتيب كده؟ اول قرار هيطلع هو حسم ملف المدير الفني القادم لنادي الزمالك. ده قرار هيطلع خلال الايام القليله القادمه. والملف ده تحديدا هو كان فيه اولويات شغاله في نادي الزمالك. الاولويه الاولى هو ملف القيد وانهاء ازمات نادي الزمالك في القضايا اللي مرفوعه عليه. ده رقم واحد وهم شغالين عليه وخلاص في طريقهم للانتهاء. احنا خلصنا 8 قضايا، فاضل 3 عشان الرخصه، وهم شغالين عشان ملف القيد وينتهوا من القصه دي. وان شاء الله على حسب الكلام اللي جاي من نادي الزمالك ان هم عندهم امل كبير ان المحكمه تحدد لهم ميعاد للشق الموضوعي، وان شاء الله يتفك قيد نادي الزمالك. ده فيما يخص القيد. بس هو ملف المدير الفني مهم جدا، هيتم اعلانه خلال الايام اللي جايه، لان الكلام اللي فات والايام اللي فاتت كانت في حاله من الغموض الشديد من هو مدرب نادي الزمالك الموسم القادم. خليني اقول لكم، طبعا عارفين ان يعني كابتن معتمد جمال عقده انتهى مع نادي الزمالك، ولحد دلوقتي معتمد جمال ما يعرفش مصيره ايه. هل هو موجود في الزمالك ولا انتهت علاقته بنادي الزمالك بانتهاء الموسم اللي فات؟ جون ادوارد يرغب في مدير فني اجنبي، ويمكن لما جاب معتمد جمال وجه الموسم اللي فات، معتمد جمال كان جاي مدير فني مؤقت، ومعتمد جمال كان عارف وجون ادوارد مبلغه انت جاي يا كابتن مدير فني مؤقت، ولما يجي مدير فني انت موجود معاه كمدرب عام. ده كان الاتفاق السنه اللي فاتت، ولكن لكل حدث حديث زي ما بيقولوا، واتغيرت الاوضاع واصبح معتمد جمال هو واحد من ضمن المديرين الفنيين في نادي الزمالك اللي جابوا واحد من اصعب الدوريات. فالوضع اتغير. فدلوقتي بقى الكلام معتمد جمال مدير فني ولا مدير فني اجنبي وفقا لرؤيه جون الفتره اللي جايه. معتمد جمال مدير فني وفقا لرؤيه مسؤولي نادي الزمالك. كل الكلام ده هيتم حسمه خلال الايام القادمه، والحسم خلال الايام القادمه هيكون متوقف على المبلغ المالي او البادجت المحطوط لملف المدير الفني. بمعنى لو نادي الزمالك استمرت المشكله الماليه اللي عنده وما قدرش يوفر مبلغ كبير لملف المدير الفني القادم، فمعتمد جمال مكمل في مبلغ مالي وعرفوا يوفروا، فالمدير الفني القادم هيكون مدير فني اجنبي. في اكتر من مدرسه مرشحه لنادي الزمالك. في المدرسه البرتغاليه اللي هي دايما ناجحه مع نادي الزمالك وتحقق شغل مع نادي الزمالك. في المدرسه البرازيليه، طبعا بعد نجاح اصلا كمان خوان بيزيرا معانا وعامل شغل. كان عندنا جورفاني فيريرا، كان الراجل ده راجل برازيلي. وفي المدرسه الاسبانيه، وفي اكتر من مدرسه معروضه على نادي الزمالك، لكن اسم بعينه نادي الزمالك محدد هدف ليه ان هو هيتعاقد معاه مفيش. في اكتر من مدير فني مرشح، في سانتوس، في مديرين كتير مرشحين، وكلاء مرشحين، لكن مفيش قرار رسمي طلع من اداره الكوره او نادي الزمالك من هو مدير الفني الزمالك القادم. زي ما قلت لحضراتكم انقسامات ولسه الموضوع محل نقاش. القرار الثاني اللي هيطلع من جون ادوارد خلال الفتره القادمه هو تحديد قائمه الراحلين عن نادي الزمالك في الموسم اللي جاي. شفنا اول لعيب اتحسم رحيله عن نادي الزمالك هو سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري خلال الاسبوع اللي جاي هيكون في قعده معاه ومع وكيله لانهاء الامر بشكل مرضي للطرفين، سواء من خلال تسويقه او من خلال يتنازل عن مستحقاته ويطلع ايا كان المسمى. في كلتا الاحوال هو نادي الزمالك بيسعى ان هو يتنازل عن كل فلوسه. ايه بقى؟ ان الزمالك استفاد من وراه فلوس، مشي مجانا مقابل التنازل وخد الاستغناء. كل دي حلول مطروحه على ترابيزه المفاوضات مع نادي الزمالك ومع اللاعب ووكيله لما يجوا يقعدوا، علما بان اللاعب نفسه بيطلع بوستات وبيطلع حاجات في اشاره منه انه عايز يكمل في نادي الزمالك ومستمر ومتمسك بنادي الزمالك. لكن القرار حسم طالما اتبلغ بشكل رسمي ان انت مش هتكمل معانا الموسم اللي جاي، فهو قرار حسم. لان سيف الجزيري وفقا لوجهه نظر الناس اللي بتدير الكوره هو فنيا ما فاتش الفريق السنه اللي فاتت، ما كانش مستواه احسن حاجه. رقم اتنين ان مرتبه عالي جدا. انا يعني اخوان بيزيرا واللعيبه الاجانب اللي موجوده مرتباتهم هو يمكن سيف ضعفها، فده جزء.
ده القرار الثاني، تحديد قائمه الراحلين. وقلنا اتحسم بملف سيف الدين الجزيري، في اكتر من لاعب على راس قائمه الراحلين. سيف فاروق جعفر واحد من ضمن اللعيبه اللي هترحل عن الزمالك. الباك رايت الكيني واحد من ضمن اللعيبه اللي تحت المنظار. ففي اكتر من لاعب خاص ب اللي ممكن يمشوا خلال الفتره الجايه، والكلام ان في احد من حراس نادي الزمالك هيطلع عن نادي الزمالك. فاحنا جاي بنتكلم على ثاني قرار، هو تحديد قائمه الراحلين. هيكون قبله طبعا ملف المدير الفني عشان يتم اخذ رايه في كل التفاصيل دي كلها. رقم 3 هو تحديد موعد ومكان والبلد المستضيفه لمعسكر نادي الزمالك. دي مهمه جدا، لان احنا لعيبه الزمالك خدت 40 يوم راحه بعد ما انتهى اخر مباراه في الدوري قدام سيراميكا كليوباترا. والمفترض ان 1 يوليو فرقه نادي الزمالك هيكون اول تجمع ليها. فين معسكر نادي الزمالك؟ لا احد يعلم. هيتدربوا فين؟ لا احد يعلم. كل الكلام ده قرار منتظر، بس هيكون مرتبط بكل تاكيد بعد الاعلان عن ملف المدير الفني القادم لنادي الزمالك. ده هيكون من خلال ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، من ضمن الثلاث قرارات اللي هيطلعوا الجون خلال الفتره اللي جايه. القرار الرابع هو الاعلان عن تجديد احمد عبد الرحيم ايشو لنادي الزمالك. تم الاتفاق، تم الانهاء، تم التواصل لكل صيغه الاتفاقات، واللاعب خلص مع نادي الزمالك، وهيتم الاعلان عن تجديد تعاقده مع نادي الزمالك. احمد حمدي، عشان في حد ممكن يقول لي ما احمد حمدي عقده بينتهي. احمد حمدي قضي الامر، قضي الامر. احمد حمدي خارج نادي الزمالك. احمد حمدي الناس حاولت معاه، متمسك بالفلوس اللي هو بالمبلغ اللي هو طالبه، فده مش ماشي مع السياسه الماليه والاداره والفكر اللي موجود حاليا دلوقتي في اداره الكوره في نادي الزمالك. فاحمد حمدي اعتبروه خارج نادي الزمالك. فدول الاربع قرارات اللي طالعين من جون ادوارد خلال الفتره اللي جايه. الناس اللي بتسالني وبتقول لي طمنا على احمد حسام ميدو، الموضوع وصل لحد فين؟ احمد حسام ميدو يعني الحمد لله هو رجع بيته، وكان عامل مداخله في قناه النهار امبارح وطمن الجماهير. مر بظروف صعبه جدا جدا جدا، ربنا ما يكتبها على حد خالص. صعب جدا ان انت الابتلاء يكون في احد من ابنائك. هو مر بظروف صعبه، وكان عنده امل ان ياخد ايقاف تنفيذ ويطلع، لكن اتأيد حكم حبسه. فعشان كده الضغط الدم ارتفع عنده، فتعب، راح المستشفى، حسن شويه، رجع كده تعب تاني، راح المستشفى، بعد كده رجع. الحمد لله يعني هو كان داخل في شبه جلطه كبيره، بس الحمد لله الامور عدت على خير. ان شاء الله يعني ربنا يعدي الايام الصعبه دي بالنسبه لميدو واسرته، لان هم بكل تاكيد متاثرين، هو ووالدته مدام يسرى واخواته وكل محب وكل العائله بتاعت ميدو. واحنا كلنا بصراحه يعني قلبنا مع ميدو، ربنا يخرج ابنه من الازمه دي ويطمن ميدو ان شاء الله. اشوفكم على الف خير.